مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده بقى هنعمل السيليبون ان شاء الله بطريقه سهله وسريعه. هقول لكم على المقادير بتاعه العجينه. انا هعمل النهارده كيلو من الدقيق، جبت كيلو من الدقيق. هاخد معاهم 2 عدد بيضه يعني بيضتين، وكوبايه سكر، ودي علبه قشطه بدل علبه زبادي. انت عايزه تحطي زبادي حطي، بس هي الافضل انك تحطي قشطه. ماشي كده. وهجيب كمان كيس من الخميرة الفورية دي، وظرفين من الفانيليا، ومعايا اللي هو الباكت بتاع اللبن النيدو ده، خدت برضو 2 باكت. ومعايا كوباية من الزبدة. تمام كده، ما بيتحطش سمنة او زيت او اي حاجة، بتتعمل بالزبدة. وان شاء الله هحط لكم المقادير في صندوق الوصف. تعالوا بقى نشوف هنعجن العجينة ازاي. بس قبل ما نشوف هنعجن العجينة ازاي، تعالوا برضو اوريكم المقادير بتاعه الصوص اللي احنا هنحطه على السينابون. بصوا بقى حبايب قلبي، جبت هنا ميه دافيه. اهم حاجه تعجني العجينه بتاعتك بميه دافيه. اللهم صل على النبي. كده حطينا كوبايتين من الميه الدافيه. ماشي كده. وبعدين ماما هتحط كده معلقتين من السكر. وبعدين هتحطي كيس الخميره اللي انا قلت لكم عليه. تمام كده. هتحطي كيس الخميره، وهنسيبهم بس ايه 5 دقايق كده ولا حاجه، الخميره بس تتفاعل معاكي، وتتاكدي ان هي اتفاعلت معاكي عشان ما تبوظلكيش العجينه بتاعتك دي. في اي حاجه لازم تجربيها. بتعملي اي حاجه يعني فيها خميره او كده، لازم تشوفي الاول الخميره بتاعتك. غطيتها كده بفوطه بتاعه المعجنات، طبعا تكون نضيفه وكده. وبعدين هبدأ احط البيض بتاعي. هحط بيضتين كده زي ما انتم شايفين، وهنقلب برضو كويس. وعندنا ظرفين من الفانيليا زي ما قلت لكم. معايا اهي الزبدة، هحطها برضو زي ما انتم شايفين كده. بجد الوصفة جميلة جدا وهتعجبكم وسهلة. وطبعا السيليبون كلنا بنحبه وبيكون طعمه تحفة جدا. حطينا لبن البودر، وحطينا كمان البيكنج باودر والكلام ده كله. واهم حاجة رشة ملح صغننة كده عشان تعدل معانا الدنيا. طبعا ما تنسوش يا جماعة تحطوا بقى لايك، وهحط بقية السكر بتاعي. انا كيلو الدقيق خد حوالي 5 معالق من السكر. ماشي. وهحط كمان الفانيليا زي ما انتم شايفين، ماما هتحطهم كده كلهم. وبعدين تبدأي تحطي القشطة بتاعتك. ماشي. طبعا انت ممكن تحطي بدل القشطة دي، ممكن تحطي زبادي زي ما قلت لكم. بس طبعا القشطة هتديكي طعم مختلف عن الزبادي بكتير، وبتدي طراوه برضو وطعم كده يعني كلنا بنحبه. ماشي. هبدأ اقلب المكونات دي بتاعتي كلها لغاية لما اتأكد ان كلها فكت كده اللهم صل على النبي. البيض بتاعي اتفك برضو مع المكونات بتاعتي وكله تمام. هبدأ احط الدقيق بتاعي. هتحطيه وتشيلي بقى طبعا المضرب خالص، وبعدين تبدأي بايدك، بصوابع ايدك كده زي ما ماما بتعمل، تلمي العجينة بتاعتك وهتبقى زي الفل. ماشي. هتبدأي كده تعجنيها. طبعا هي بتكون بتلزق شوية، فده القوام المطلوب يعني للسيليبون. ماشي. هتبدأ كده لمتها، وبعدين هنحطها في طبق، وبعدين هتسيبيها بقى تختمر. احنا سيبناها حوالي ساعة، اختمرت براحتها خالص. هتغطيها بكيس كده بتاع التلاجة، والفوطة اللي انت مخصصاها للمعجنات، وسيبناها. نيجي بقى هنا اللي احنا هنرشه من القالب يعني بتاع السيليبون. حطينا سكر. وطبعا يا جماعه بصوا، في ناس عشان السيليبون بيكون فيه قرفه، ففي ناس ما بتحبش القرفه دي كتير، او ما بتحبش طعم القرفه. بس احنا لازم نحط، فاحنا هنا حطينا معلقتين من الكاكاو، وبعدين هنحط معلقه من القرفه. ماشي كده، لان الكاكاو هيغطي على ريحه القرفه وطعمها. فده هيغير لك يعني المعلومه ان انت بتاكليش مثلا سيليبون عشان القرفه وكده. فلا بصراحه بتكون طعمها جميل جدا. هبدأ بقى كده اقلبهم كويس، السكر والكاكاو والقرفة بتاعتي. تمام. بجد ريحتها بتكون جميلة جدا، وانا بحب طعمها يعني عموما. هنا بقى معايا العجينة بتاعتي خمرت. بصوا بسم الله ما شاء الله، خمرت معايا. هنبدأ بقى بتقسميها الى جزئين كده زي ما انتم شايفين، بس ماما الاول بتلمها.
وبعدين هتقسميها كده لجزئين، وهترشي شويه دقيق كده، ونبدا ان احنا نفردها. طبعا وانتي بتفرديها احنا مش عايزين سمك قليل خالص، احنا هو حوالي نص سنتي كده، مش عايزين ولا تخين ولا رقيق. ماشي. واهم حاجه وانتي بس بتعجني حاولي بقدر الامكان انك تعمليها كده مربعه زي ما احنا هنعملها، عشان السيليبون لما يتلف معاكي يكون سوا بعض. لما نلفه دلوقتي رول يبقى سوا بعض. ماشي اهو زي ما انتم شايفين ماما جابت الفرادة كده وفردتها. وبعدين هنبدأ بقى نجيب اهم حاجة يكون بقى جنبك زبدة بدرجة حرارة الغرفة، اي حاجة. انا كانت عندي سايلة شوية فعادي الموضوع مشي وما فيش اي حاجة. جبتها. وهنجيب دلوقتي الفرشة. بعدين هتبدأي انك ما تسيبيش سنتوفة كده في العجينة غير لما تحطي فيها الزبدة. طبعا مش بتتعمل بسمنة، ممكن تعمليها بزبدة وزيت، عشان لو انت مثلا عاملين دايت وكده فممكن تعملي بزيت عادي، بس هو المحب ليها والطعم والكلام ده كله بيكون بالزبدة، بيديها طعم بقى وخيال وريحة وكل حاجة. حطت ماما الزبدة كده في العجينة بتاعتي كلها. وبعدين هتبدأي ترشي بقى الميكس اللي احنا عملناه، اللي هو القرفة والسكر وبعدين الكاكاو. ماشي. ده كاكاو خام، عشان بس لو مش عارفة ده كاكاو خام. ماشي. هتبدأي بقى تحطي في العجينة بتاعتك كلها. والله انا بعشق ريحتها وطعمها وكل حاجة، يعني هي بجد كانت لذيذة جدا وهشة وطرية. لا هتشوفوها يعني دلوقتي. ماشي. هتبدأي زي ما انتوا شايفين كده هتحطي الحاجة بتاعتك، وبعدين بالفرادة كده هبدأ ان انا امشي عليها ماشية كده، عشان تبدأي يعني عشان تعرفي قصدي اني يعني مسكت في العجينة. هتبدأي تلفيها كده زي ما انتوا شايفين ماما اهي بتلفها. اهم حاجة لفيها رفنع كده، مش اللي هو تلفيها تخين فمش تطلع معاكي يعني الدورانة دي عارفينها هياها. لا هتشوفوها دلوقتي. لازم تلفيها كده رفيع. بعدين تبدأي تاخديها كده كلها مرة واحدة. هي سهلة على فكرة، مش صعبة ولا حاجة. ماشي. في هنا بقى ممكن تقطعي بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين، وممكن تقطعي بالخيط عادي جدا. احنا هوريكي دي وهوريكي دي. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده ماما قطعتها، وبعدين بتاخديها في ايدك، ولازم ان انتي تدوسي عليها دوسة كده زي ما انتوا شايفين. لازم يعني ماشي، مش اللي هو مش مهم او كده، لا لازم انك تدوسي عليها كده دوسة عشان تطلع معاكي مدورة. اهو زي ما انتوا شايفين. وهعملها دلوقتي معاكم مرة تاني. دي طلعت كبيرة شوية بس مش مشكلة عادي، هنعوض دلوقتي في اختها اللي جاي. ودي كمان الفتلة. هجيب بقى فتلة نظيفة، الخيط يعني. وبعدين هتبدأي ان انت تقطعي بيها كده زي ما انتوا شايفين. هتحطيها تحت العجينة، وبعدين من فوق هتعمليها يعني خلف خلاف كده زي ما انت شايفة. هتطلع معاكي برضو بكل سهولة. لو انت مثلا السكينة بتاعتك مش حامية وكده فممكن تعمليها عادي بالخيط، مفيش اي مشكلة. خلصنا اول واحدة. برضو في التانية اهو انا قلت برضو اوريكم عشان يعني الفكرة تخش في دماغكم كويس. بتبدأي ان انتي تفرديها كده زي ما انتوا شايفين مربعة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعدين هتحطي الزبدة بتاعتك. طبعا ما ينفعش سمنة زي ما قلت لكم. اهو زي ما انتوا شايفين كده فردتها كويس اهو. ماشي. طبعا بقى لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركي، وما تنسوش تحطوا لايك. تمام كده. اهو بدأت اللي انا كده فردتها كويس برضو، عشان ما تكونش برضو تخينه من حته ومن الحته التانية رفيعه. حاولوا ان انتوا تساووا ايديكوا يعني. وبعدين ماما هتبدأ تحط الزبده زي ما انتوا شايفين برضو، زي ما حطينا في اول واحده هنحط في التانية. ماشي كده. اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ اللي انا احط الزبدة بتاعتي. وبعدين هبدأ احط برضو الميكس اللي احنا عملناه اللي هو القرفة والكلام ده كله. ماشي. ما حدش بقى يقول مثلا مش مهم القرفة وممكن نحط كاكاو والسكر. لا ما ينفعش، لازم تحطي على الاقل. لو انتي مثلا ما بتحبيش القرفة دي خالص خالص يعني نص معلقة بس لازم تحطيها. بس هي يعني في ناس اصلا ما بتحطش الكاكاو ده نهائي، يعني الكاكاو ده بس ماما بصراحة هي اللي اخترعتها كده، بس بيداري شوية القرفة وبيدي طعم برضو فاهميني. بس بصراحة يعني بيكون طعمها جميل جدا يعني كده. عايزة تعمليها طبعا قرفة بس زي ما اي حد بيعملها ماشي، بس يعني احنا بنقول بنداري القرفة شوية للي مش بيحبها يعني. بس وهبدأ برضو ان احنا هنلفها زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة انك
تدوسي كده عليها برضو بالنشابه اللي احنا بنعمل بيها دي، وبالفراده يعني. وبعدين هنقطعها اهو كده بالخيط، سهل جدا ومفيهوش اي صعوبه. هتقطعيها. وهنشوف دلوقتي بقى هنعمل حاجه بديل، اللي هي كريمه الطهي. عشان طبعا انتوا عارفينها غاليه وكده، فهنعمل حاجه بديلها نشرب بيها السيليبون. طبعا محدش بيشرب السيليبون نهائي، بيسقيه قبل ما يخش الفرن، محدش بيعملها. بس بصراحه ماما عملتها، ومش اول مره تعملها، احنا مش اول مره نعمل السيليبون يعني. بس ماما عملتها وبجد روعة روعة، طعمها كان تحفة بجد، ما كانش محتاج صوص او اي حاجة. بصوا كده بعد ما خلصت هتسيبيها طبعا تغطيها بكيس، وبعدين بالفوطة بتاعتك وتسيبيها تختمر. هنا كانت اختمرت معايا وكله زي الفل. هتجيبي بقى ايه؟ نص كوباية من الحليب وعلبة قشطة. دي ايه، هنقلبها كويس جدا في بعضها، دي بديل كريمة الطهي. لو عندك كريمة الطهي هتاخدي منها برضو كوباية. وبعدين هتبدأي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هتسقي السيليبون بتاعك. طب هتسقيه قبل ما يخش الفرن، تمام. اهم حاجه تكوني برضو دهنه الصينيه بتاعتك زبده كويس جدا، تكون بزياده زي ما انتوا شايفين الصواني فيها بزياده زبده. وبعدين هتبدأي كده زي ما انتوا شايفين سليبونية سليبونية هتبدأي تحطي فيها الميكس اللي احنا عملناه بين اللبن واللهم صل على النبي القشطة. ماشي، بجد بتديكي طراوة وطعم تحفة جدا للسيليبون بجد والله. لو ما جربتوهاش جربوها، كانت تحفة. بعدين حطيتها كده على الشبكة، مش هحطها في الأرضية بتاعتي، حطيتها على الشبكة. وبعدين تعالوا نعمل بصوا الصوص. بقى دي الصوص اللي احنا هنعمله. طبعا انت ممكن بتزوقي بصوص الفراوله زي كده. معايا فراوله ومعايا هنا كراميل وكمان توت وصوص الشوكولاته، ماشي كده. بس احنا هقولك على مقادير اللي هي الصوص بتاع السيليبون الاصلي اللي انت لازم تعمليه اول ما تعملي السيليبون بتاعك. هتحتاجي معايا بقى، بصوا حبايبي، معايا هنا كوبايه من السكر البودر. اهم حاجه يكون سكر بودر، ما ينفعش السكر اللي هو الحبيبات بتاعنا العادي. ومعايا كمان جبنه كيري، ماشي. وكيس من اللي هو الكريم شانتيه، ماشي كده. ومعايا علبه قشطه، ومعايا فنجان من الحليب، ومعايا كمان زبده حوالي 3 معالق كبار من الزبده، ماشي كده. ومعايا دي عين جمل، ده اختياري طبعا للتزويق، ده اختياري، عايزه تزوقي باي حاجه عندك مفيش اي مشكله. بس انا دلوقتي متوفره عندي عين جمل. يعني المكونات اهو زي ما انتم شايفينها، وهحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. تعالوا بقى نعمل العجينه بتاعه السيليبون، وبعدين نعمل الصوص ده. بصراحه بيكون طعمه جميل جدا. وكمان زي ما قلت لكم معانا الصوصات اللي هي بتاعه الفراوله والشوكولاته والحاجات دي. تعالوا بقى نخلص ونشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى هنا الكبة، حطيت فيها الجبنة الكيري زي ما انتوا شفتوا. طبعا دي سايبة، ممكن تجيب اللي هي المكعبات عادي جدا، بس دي بصراحة طعمها حلو، بجيبها يعني من مكان موثوق فيه. وبعدين هنحط القشطة بتاعتنا والزبدة. طبعا الزبدة بتكون بدرجة حرارة المطبخ عشان تعرفي انك تعمليها في الكبة او محضر الطعام، الخلاط، اي حاجة. ومعايا السكر البودر ده عشان بس اما يبقاش فيه تكتلات او حاجة. ومعايا كريم شانتيه بيكون تحفة طبعا. ومعايا فنجان زي ما قلت لكم من الحليب. بصوا بقى القوام هوريهولكم بعد ما خلص. ده بيكون قوام الصوص ده بجد انا اكله حاف عادي جدا بيكون تحفة. وده السيليبون القمر بتاعي بعد ما خرج. طبعا السيليبون ما بياخدش وقت على ما بياخدش لون في الفرن، ماشي، ما بياخدش لون خالص. وادي بقى هنحط الصوص الجميل قوي ده على السيليبون، تحفة جدا هتبدأي بقى تحطي الصوص في كل السيليبون بتاعك. طبعا غرقيه صوص من ده براحتك، لان ده اصلا يعني الصوص بتاع السيليبون، فده اساسي لازم تعملوه زي ما قلت لكم. طبعا بقيه الصوصات طبعا دي بتكون اختياري يعني، حسب ما انت عايزه. فلا ده اللي هو لازم تعمليه وتسقيه كده للسيليبون. طبعا دي طلعت كبيره شويه بس قشطه عادي يعني، طعمها تحفه يعني، اتاكلت ما سابتش. بصوا كانت جميله جدا والله، كانت ريحه السيليبون ده قلب البيت والله بجد يعني. بصوا شكله تحفة وطعمه تحفتين. بصوا بقى بعد ما طلعته كمان في الصينية، طبعا انا خدت الكبيرة دي بجد كان جميل جدا. ممكن بقى تشربوه جنب قهوة، تاكلوه جنب قهوة، او مثلا شاي بلبن، اي حاجة بقى، اي حاجة. نبدأ بقى نحط الصوصات. طبعا زي ما قلت لكم دي بتكون حسب الرغبة بتاعتك وحسب انت عايزة ايه.
فاهميني. اهو هنبدأ بقى نحط كده صوص الفراولة، وبعدين نحط بقى صوص الشوكولاتة كده زي ما انتم شايفين، وهنحط برضو الصوص التوت والكراميل. بجد كان تحفة والله، تستاهل التجربة بجد يعني بجد. بصوا بقى شكل الصينية قمر والله قمر. بصوا هنشوفها كمان من جوه، هل هي بقى طرية هشة النظام. بصوا كانت جميلة جدا، وكمان يعني الرول اللي كانت ماما عاملاه مش اللي هو بقى مسك في بعضه اللي هو الكابس ده، اللي هو تحسيه ما استوتش من جوه. بصوا زي ما انتم شايفين فكه من بعضها وقمر خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا طبعا لايك، وباي باي.